بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. في البداية تعالوا نذكر ربنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، ونحمده الحمد لله، ونسبحه دايما سبحان الله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هبتدي الجديد في الغزل والنسيج من الهند. صناعة الغزل والنسيج في الهند الأيام دي، وخاصة صناعة قسم الغزل، في حالة اضطراب نتيجة ارتفاع الشحن ارتفع بنسبة 40%. ليه؟ بسبب الاضطرابات اللي حضراتكم شايفينها كلكم في البحر الأحمر، في الوقت أصلا اللي بتعاني فيه الصناعات الهندية من ضعف الطلب. انت تعرف حضرتك ان في مدينة في الهند مشهورة بالأوبن إند اسمها مدينة أو ولاية تاميل نادو. هذه المدينة فيها 600 مصنع. المصانع بتاعة الأوبن إند ديت أبلغ رئيس الرابطة بتاع الغزل والنسيج هناك، اسمه أورول موزي وودا، أبلغ الحكومة إن الولاية دي بتنتج في اليوم 25 ألف كيلو من خيوط الأوبن إند الخام، وبتنتج 15 ألف كيلو في اليوم، خلي بالك، في اليوم، من الغزل الألوان. والغزل الألوان الهندي أفضل بكتير جدا من غزل الأوبن إند الألوان الصيني، اللي هو بتصنع من عوادم من الإزاز ومن البلاستيك اللي هي فيها ضرر كبير جدا على الصحة. لكن الهند الغزل الأوبن إند الألوان اللي فيها فوق ما تتخيل، رائع جدا. كانوا بيوردوا لمصانع الفوط، كانوا بيوردوا لمصانع الملايات، وكانوا بيشتروا العوادم بحوالي 60% من سعر القطن الخام. ليه؟ لأن كانت الحركة شغالة عندهم. مثلا سعر القطن الشعر في الهند كان ب 165 روبية للكيلو. كانت المصانع الأوبن إند بتشتري العوادم بتاعة مصانع الغزل، زي عوادم الشفط وعوادم الشابو وعوادم الكرب وعوادم البرد، كانوا بيشتروها ب97 روبية للكيلو. حاليا الأسعار ارتفعت نتيجة الشحن ارتفع. ما هو الشحن، شركة الشحن، حضرتك صاحب مصنع قالت لك احنا زودنا الشحن، طب ما انت بتزود التكلفة على الزبون بتاعك او على العميل بتاعك اللي هو موجود مثلا في مصر او موجود في السعودية او موجود في اي مكان. فطبعا العميل رفض نتيجة ارتفاع هذه الاسعار في الوقت اصلا اللي في كساد كبير جدا في الهند نتيجة ضعف الطلب. عايز اقول لكم برضو خبر تاني، ما تنسوش تحضروا معرض ايجي ستيتش في مدينة القاهرة، هيبقى يوم 18 يناير 2024. هيبقى خلي بالك في قاعة المؤتمرات اللي هي عند استاد القاهرة. هيبقى معرض خاص بالماكينات، او من باب العلم بالشيء، حتى لو ما اشتريتش اديك بتتفرج وبتاخد جولة عن الجديد في ماكينات بقى الحياكة او ماكينات النسيج. عندنا خبر برضو تاني، فيتنام حجم التجارة بينها وبين قارة أوروبا 33 مليار دولار. أكتر بلد بتشتغل معاها فيتنام هي القارة الأمريكية، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ب 92 مليار دولار. انخفضت صادرات فيتنام في قطاع الغزل والنسيج في 2023 بنسبة 12.3%، ليصل إلى حوالي 30 مليار دولار، لأن ظهر بلد تانية جارتها اللي هي بلد اسمها كمبوديا، ارتفعت صادراتها إلى دول أوروبا بطريقة كبيرة جدا. في شركة ريتر السويسرية، دي الشركة مشهورة بصناعة ماكينات الغزل، عملت نظام إصلاح الخيط أوتوماتيك بيتركب على مكن الغزل الحلقي ومكن الغزل الكومباكت، اسمه روب اس بي، وده تسهل الكفاءة والإنتاجية. أهم حاجتين في أي مصنع غزل حضرتك عايز تشوفه، الكفاءة والإنتاجية. خلي بالكم كتير معانا في صناعة الغزل والنسيج. تحياتي مهندس محمد كمال معتمد.